أكبر كدبة صدقناها السنين اللي فاتت وانتشرت أوي بشكل كبير، يعني إنك محتاج علشان خاطر تذاكر أو تشتغل فيديو تحفيزي. الكلام صادر من مدربة تنمية بشرية. بس قبل ما أبدأ، أنا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي. متنساش لو عجبك المحتوى تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب. كمل معايا الفيديو عشان تفهم بالراحة كده أنا قصدي إيه. أول حاجة لازم نتفق عليها واحتمال تستغربها شوية من مدربة تنمية بشرية، إن التحفيز ده عامل زي المخدر الموضعي، مسكن كده. حاجة بتسكن الألم لفترة قليلة جدا وبعدين تصحى تلاقي مفيش حاجة حصلت. الحقيقة العلمية اللي لازم تصدقها إن اللي هيغير حياتك فعلا لا الحماس ولا الطاقة ولا اللحظة اللي هتحس فيها إنك جاهز. الحقيقة اللي لازم تصدقها إن اللي هيغير حياتك فعلا هو الانضباط. أنا بقى أقول لك إزاي تبنيه من غير ما تستنى شغفك. أول نقطة عايزة أتكلم فيها ليه أصلا التحفيز مش حل. أول حاجة لازم نبقى واضحين إن التحفيز مجرد إحساس، والإحساس بطبيعته متقلب. يوم هتحس إنك قادر تكسر الدنيا ويوم هتحس إنك مش قادر تقوم من على السرير أصلا. الحقيقة إن المشكلة مش فيك، المشكلة إن إحنا اتعلمنا من زمان قوي إن إحنا نربط الشغل بالإحساس. لما نبقى رايقين كده هنقوم نخلص مهمة معينة. علم النفس السلوكي بيقول حاجة صادمة شوية، إن الدافع مش هو سبب الفعل، الدافع ده نتيجة الفعل. يعني لما تشتغل أكتر هتتحفز أكتر، لكن لما تحفز نفسك قبل الشغل احتمال ما تعملش حاجة خالص. علشان كده فيديو تحفيزي كل يوم عمره ما هيبقى كفاية. عامل زي واحد بيحط كده مسكن على كسر محتاج جبيرة. علشان كده الكذبة اللي صدقناها كلنا كذبة إني أحب أعمل كده الموضوع وأنا جاهز له، لما يجيلي شغفي أبتدي موضوع معين، لما يبقى عندي مزاج علشان ما اخربش الدنيا. بس السؤال بقى اللي دايما بنهرب منه، بذمتك عمرك استنيت مزاجك وجالك في الميعاد؟ حتى لما بيجيلك مزاجك ممكن يدخل مشتت كده من بره او خبر كده يعكننك يخليك توقف الحاجة اللي انت كنت هتبدأها. للأسف اللي بيستنى شغفه وإحساسه بيسيب حياته كلها تحت رحمة حاجة ملهاش مواعيد محددة. النجاح دايما بيحب الناس اللي بتبدأ حتى لو هي مش جاهزة. هل وأنا بتكلم معاك كده افتكرت نموذج دخل في حاجة هو مش مستعد لها كفاية وغريب إنه نجح فيها وتفوق فيها كمان؟ لو افتكرت مثل زي ده اكتب لنا كده في الكومنتات يمكن نشجع بعض. طيب يعني إيه هو انضباط؟ عايز ألفت نظرك لحاجة صغيرة كده بيعملها المخ علشان كده بينفرك من ناحية الانضباط. المخ مخلوق بآلية إنه يحمي طاقته. يعني إيه يحمي طاقته؟ يعني أي حاجة أنت هتبتدي فيها هيخوفك منها، هيقوم يشيلك هم الدنيا كلها علشان خاطر ما تكملهاش. فالانضباط ولا قسوة ولا جلد ذات ولا انك تعيش غصب عنك. الانضباط ببساطة هو انك تعمل اللي عليك حتى لو انت مش حابه. ايجابيات انك تعمل اللي عليك يكفيك فخرا، بس انك هتلاقي الامور ما تراكمتش عليك بعد كده واضطريت تعمل كذا حاجة في نفس الوقت. ومش علشان انت خارق مضطر تبقى منضبط. الشخص المنضبط مش احسن منك في حاجة، الحقيقة ان هو قرر يعمل اللي عليه من غير ما يسأل نفسه اعمل ولا لا. في مثل قديم سمعته زمان كده بيقول عمر التنقيط ما بيملى قرب. والحقيقة ان المثل ده استوقفني كتير جدا. لا، الحقيقة ان التنقيط بيملى قرب. افتكر كده الحنفية اللي بتنقط لما بتحط تحتها إناء ما، هتلاقي نفسك صحيت الصبح تلاقي الإناء من التنقيط ده اتملى. ونقطة مطر واحدة لو فضلت تنزل في نفس المكان احتمال تعيد تشكيل صخور بأكملها. وتاني هرجع وأقول لك مش بالقوة، بالاستمرار. وده مش كلام شاعري والله، ده علم. وقبل ما بقوله لك أنا بقوله لنفسي أوقات كتير جدا، علشان أنا شخص متعدد المهارات. جربت في حاجات كتير جدا والحقيقة بعد فترة معينة بزهق وألاقي نفسي عايزة أروح فيلد تاني أو مكان تاني أبدع فيه. والحقيقة قلة استمراري في حاجات كتير جدا خلتني اتأخرت كتير جدا عن حاجات المفروض كنت وصلت لها لو كنت استمريت. في علم النفس السلوكي في حاجة اسمها كومباوند افكت، يعني الأفعال الصغيرة لما تستمر تأثيرها بيتضاعف مع الوقت. 10 دقايق كل يوم أحسن بكتير من ساعتين كل أسبوع. ومش علشان انت اشتغلت أكتر، عشان انت بنيت عادة، وعلم الأعصاب بيقول الكلام ده. يعني المخ بيتغير حسب اللي بتعمله باستمرار. كل مرة بتعمل فعل بسيط بتقوي الوصلة العصبية المرتبطة بيه، ومع الوقت الحاجة اللي محتاجة مجهود كبير جدا بتتحول لأوتوماتيك، وهي دي فكرة التدريب. فالمشكلة مش الخطوة الصغيرة، المشكلة إننا بنقطع. تعالوا بقى نطلع من الكلام للتطبيق. افتح كتابك 5 دقايق مش 3 ساعات. المخ بيحب البداية، لكن أكتر حاجة ممكن يكرهها المخ التضخيم. إنه يلاقي نفسه هيعمل حاجات كتير جدا ويبتدي يهدر طاقة، ودي أكتر حاجة المخ بيكرهها، فيبتدي يحور عليك يعني ويخليك توقف الحاجة اللي أنت بتعملها علشان خاطر يوفر طاقته. خد بالك بقى من الحتة الجاية دي عشان مهمة أوي. ثبت روتينك، نفس الوقت نفس المكان نفس الحركة. كل ما هتقلل قراراتك كل ما هتزود التزاماتك. ويا ريت ما تستناش إحساسك، الإحساس ده نتيجة مش شرط. والانضباط الحقيقي مش إنك ما تقعش، الانضباط الحقيقي بيجي من إنك ما تطولش قوي في الوقعة. والله لو مستني شغفك عمرك ما هتبتدي. واسأل نفسك بعد الفيديو ايه أول خطوة صغيرة نفسك تاخدها،
وتنتظم عليها وتبني عليها عادة، والمخ يفتح لها مسارات وتبتدي رحلة نجاحك الحقيقية. ولو عايز تبتدي بجد، النهاردة أحسن من بكرة. ولو حابب محتوى يفهمك نفسك ويبنيك حقيقي من جوه مش يشحنك ويمشي، اعمل لي لايك وسبسكرايب، وما تنساش تشير الفيديو ده مع حد محتاجه. ويا ريت تكتب لي في الكومنتات نفسك تبدأ بإيه. أنا نرمين هيكل، ودي قناة لحظة وعي، ويمكن اللحظة دي اللي تغير اللي بعدها. السلام عليكم.